أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بموسم جديد، الموسم الخامس لبرنامج ملء الحياة. بعدني أنا جورج ومرتي مادونا كرم بنشكر الرب على الامتياز إنه عندنا هالموسم الخامس نعمل هيك برنامج. بنشكر الرب على العاملين على الإذاعة ما وراء الكواليس، مهندس الصوت وكل المشتركين معا. نشكر الرب على السنة الجديدة، بنشكر الرب على الموسم الجديد، بنشكر الرب حتى استوديو جديد، حتى عوينات جديد، قصة شعر جديدة، كل شيء جديد. هيدا شيء حلو نتمتع فيه، لأنه صراحة اللي بيمشي مع الرب كل يوم الرب بيعمل بحياتنا كل يوم شيء جديد. يمكن حنضل نحن يمكن ننصح شوي، نضعف شوي، نكبر شوي بالعمر، بس نحن عم نحكي عن التغيير من الداخل، تغيير والتجديد من الداخل. كيفك حياتي؟ نشكر رب، يعني 5 مواسم عن جد. الوقت بيقطع بسرعة، الوقت بيمشي الوقت بيمضي بسرعة عن جد. أمين. شو بدنا نحكي بهالموسم؟ بدنا نبلش الموسم هيدا. هل هناك فرق بين التبشير بيسوع، التلمذة يعني تكون تلميذ ليسوع، والنشاطات المسيحية الأخرى؟ بتشمل روحة الكنيسة، بتشمل نفتح بيتنا لدرس كتاب المقدس، نفتح بيتنا لاستضافة المؤمنين الأخوة أو الغرباء، أو نطلع على الشارع نساعد اللي بحاجة، أو نعمل كل الأعمال اللي بيطلبها منا الرب يسوع بتعليمه. هل هناك فرق؟ أنا ما عندي رأي شخصي مثل العادة، أنا بروح دايما للكلمة. إذا بدك نبلش بالتبشير بنروح لمرقس 16. هناك أول مرة ومحط عويناتي الجديد، يمكن لابسه قبل بمرة ما بعرف بالاستوديو، بس هيدا جديد لموسم جديد وسنة جديدة. بمرقس 16 16 ولا 14 15 إذا بدك. هون بس لنحطكم بالجو، الرب يسوع مات، انتصر على الموت 3 أيام. كانت الدنيا للتلاميذ كأنه نسيوا شو قال لهم، انه هو حيرجع يقوم. قام من الموت، عاش بيناتهم كذا يوم، وقال لهم قبل ما صعد الى المجد ليجلس عن يمين الاب، وبعد كم يوم يبعث روحه القدوس، روح الرب يسوع او الروح القدس، اللي نحن بنآمن فيه انه نحن نؤمن بإله واحد، اب ضابط الكل، خالق كل ما يرى وما لا يرى، يعني باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. امين. نؤمن بالثالوث الاقدس. فهون قبل ما طلع على المجد اعطيهم وصيه بسموها المأموريه العظمى. فشو قال لهم ب 16 اذهبوا إلى العالم أجمع وبشروا الخليقة كلها بالإنجيل. ستوب. هلا شو بشروا الخليقة كلها بالإنجيل؟ بشر، اما بيقول لك بشر يعني بيكون في خبريه حلوه، يعني قمحه مش شعيره باللبناني يعني في شيء احلى من يلي قبل ما رحت لتجيبها للخبريه صار. وبالانجيل كلمه انجيل هي الجود نيوز، الاخبار الساره. شو هي هالاخبار الساره؟ انه المسيح ولد، اللي كانوا منتظرينه بالعهد القديم، حمل الله، ولد من العذراء مريم كما تنبأ أشعيا، وكما قال الملاك جبريل لمريم العذراء انه ستحبلين بدون علاقه مع جوزك، حتكوني حبلة بالروح القدس، بواسطة الروح القدس، بذرة الله، كلمة الله، وحتحملي ولد. وكذلك قال له ليوسف خطيبة بوقتها يلي كان عم يفكر يتركها، اللي نحن بنعرفه القديس يوسف، قبل ما يتركها للعذراء مريم ظهر له الملاك ملاك الرب، يعني مرسل الرب، يعني سفير الرب، ظهر له وعطيه كلمة الرب، قال له ما تتركها، حاملة من الروح القدس، وحتجيب صبي وحتسميه يسوع وحتربيه انت. فعطيه كل المخطط. نحن بنعرف ولد المسيح، كل الخلقانين بعيال المسيحيه بيعرفوا، لانه بنعمل عيد الكبير، بنعمل عيد الميلاد، بنعمل كل الاعياد. المهم يسوع جسد، عاش على الارض، غلب ابليس بالتجربه يلي سقط فيها ادم، ليفرجينا انه الانسان عنده قدره بالروح القدس يغلب العدو ابليس، كما هو مخطط الرب، كما هي مشيئه الرب. كذلك مات على الصليب ليسترد الملك، ليصلحنا مع الآب، لأنه ثمن الخطيئة عدل الله ما بيتغير. ثمن الخطيئة أي الانفصال على الله والعصيان عنه، والعصيان لكلمته مثل ما عمل آدم وحواء. ثمن موت أي انفصال أبدي عن الله بعد الموت، وعلى الأرض وبعد الموت. كذلك هبة الله، هدية الله الغير مستحقة، واللي ما حدا فيه يجيبها إلى الوجود بقدرته البشرية، فقط الله يستطيع أن يهبها، هي الحياة الأبدية بالمسيح يسوع. نشوف هالكلام برومية 6. روحوا خبروا أنه المسيح جسد، روحوا خبروا المسيح عاش، روحوا خبروا المسيح مات، وروحوا خبروا المسيح قام. هيدي الخبرية الحلوة، أنه أنتوا صار عندكم غفران، صار عندكم علاقة حميمة، الحياة الأبدية. معظم الناس مادونا بيفكروا الحياة الأبدية مثل ما أنا كنت فكر، أنه من بعد ما نموت، فمشان هيك ما بنفكر فيها. على الأرض عايشين بدون أي
بحث عنها او اي طلب لها او انه أي لا نوصل عليها، مثل ما بقولوا نوصل عليها بنصلي عليها. عليك. انما الحياه الابديه بيقول بيوحنا 17:3 هي ان يعرفوك ايها الاب ويسوع المسيح الذي ارسلته. وين هو يسوع المسيح اليوم؟ معظم الناس بفتشوا عليه باماكن. يسوع المسيح اليوم القائم من الاموات هو في كل مكان بالروح، ولكنه هو موجود بالكلمه، لانه هو قالنا بيوحنا 1 في البدء كان الكلمة، مش كانت، كان عم يحكوا عن شخص. وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة هو الله وأصبح الكلمة جسدا وخيم بيننا أو تجسد بيننا. وهيدا الكلمة هو السماء والأرض تزولان وكلمة واحدة من كلامي لا تزول. يعني الرب موجود بالكلمة. لأتعرف على يسوع، ما في طائفة مسيحية اليوم بيعرفوا شيء عن يسوع غير من خلال تعليم صحيح. يسوع من الكتاب المقدس. ما حدا هيك عمل خيال انه يسوع هو هيك. ما فينا نبني علاقتنا، ما فينا نبني مسيحيتنا، ما فينا نبني طوائفنا غير من الكلمه. وهذا شيء بيأكد انه كل المسيحيه من اول ما بلشت المسيحيه، اي من بعد حلول الروح القدس على الارض يوم العنصره، واللي هو كان عيد بالعهد القديم، من وقت عيد الحصاد، يعني من وقت ما بلشت الكنيسه بحلول الروح القدس وامتلاء الروح القدس، كل الطوائف عملوا اذا بدك مع الوقت شيء سموه قانون الايمان، نؤمن باله واحد. هيدا صحيح. مش حدا كتبه، هدول ايات جابوها من الكتاب المقدس. 99% منهم هن من الكتاب المقدس، ايات من العهد الجديد بالاحرى، وركبوا عليها انه نحن نؤمن هالايمان هيدا. فما فينا نحن نآمن ايمان مسيحي جاي من عند حدا بشري، جاي من عند يسوع، لانه نحن مسيحيه. شو يعني مسيحيه؟ اتباع المسيح. هللويا. نتبع المسيح، هللويا، في المسيح. فاليوم شو هو التبشير؟ تبشير روح خبر الناس انه انا كنا بالخطيه وصار لها حل وعلاج، انه نحن مش ضروري نعيش بطبيعه خاطئه كل حياتنا ونروح على جهنم مثل ما كانوا كل الناس بالعهد القديم عايشين، الا يلي كانوا مآمنين بيسوع، لانه عندهم عهد معه انه المسيح سوف ياتي. مشان هيك مادونا وقت يسوع كان عايش بعد قبل ما مات كنا بعدنا عايشين بالعهد القديم. ومشان هيك ما في كلمه حكاها يسوع غير ما اعطيهم شاهدين او 3 حتى ما يرجموه، لانه اي شخص بينقض الشريعه يرجم. وكذلك قال لهم يوحنا المعمدان هذا هو حمل الله الذي ياخذ خطيه العالم. يعني كانوا ناطرينه. صحيح. ويلي صدقوا انه هيدا هو حمل الله نالوا الغفران، لانه الذين امنوا به اعطاهم السلطان ان يكونوا اولاد الله، به يصرخون ابا ابانا. مات تفضل. صحيح. امين. لا انا اللي بدي اقوله انه اليوم شو يعني الرب غفر لي خطيتي؟ ما نحن اذا بدك انا قبل ما افهم 100% شو معناتها كنت مفكره انه انا كل مره بخطي بروح بعترف بخطيتي وبس ارجع اخطي عن جديد، رجعت رايحه على جهنم عن جديد. فهون الى ان ارجع اعترف مره ثانيه. صحيح. يعني مكانتي بتطلع وبتنزل بحسب انا شو بعمل، بحسب انا شو بيكون اليوم ظابطه معي مش ظابطه معي، اليوم رايقه، اليوم عصبت على الاولاد، اليوم هلا انا وقت عرفتها ما كان عندي اولاد، بس عم بحكي كمثل. فانا اليوم البشرى الساره هي شو بتقول اليوم؟ بتقول كل خطايانا قد زال يسوع المسيح على الصليب قبل ما انا وياكم نخلق. يعني هيدول اوريدي الخلاص قد تم. شو يعني الخلاص؟ يعني اليوم اي خطيه انا عملتها مش بحاجه انا كفر عنها. اي خطيه انا عملتها او رح اعملها مش بحاجه انا كفر عنها، اعمل 1 2 3 لا انا كفر عنها لا اقدر اطلع على السماء ويصير عندي علاقه مع الله. كانه علاقتي مع الله ساعه منيحه ساعه مش منيحه، ساعه بحبني ساعه ما بحبني، ساعه بشيل وجهه عني ساعه بيطلع فيي. لا، انا اليوم اللي كفر عن خطيئتي مثل ما قال يسوع، مثل ما قال يوحنا هذا هو حمل الله الذي ياخذ خطيئه العالم. الخطيئه الاصليه انه نحن قلنا لا الله ما بدي طريقتك بدي طريقتي، انت قلت لي ما تاكلوا من هاي ما منيحه لكم بتموتوا يلي هي كانت شجره معرفه الخير والشر. انا اليوم بدي نقي، انا بدي نقي لانه هو اعطاني اراده حره. فاليوم بس نقول الانجيل، بس نقول الله غفرنا، عم نقول غفر لي الى الابد مره واحده على الصليب، وكل الخطايا اللي بعملها بتطلع وبتنزل اليوم ما بقى بشوفها الله، بشوفها من خلال يسوع. شو يعني انا بضلني بخطي وبضلني اعمل غلط؟ مش ممكن. اذا انا عندي علاقه شخصيه مع يسوع المسيح، بعرف كلمته والروح القدس يلي ساكن فيي على تواصل دائم انا وياه، مش ممكن ما انا اتغير وصير اكثر واكثر بالطريقه اللي هو بده اياني
كون فيها. كل ما اعرف مين بيي وشو هو وعلاقتي فيه منيحه، كل ما بصير اكثر واكثر مثل بيي. كيف يعني؟ مش بروحي قد تجدد وانا صرت خليقه جديده بالمسيح يسوع، انما عقلي وافكاري يلي هن بعدهم من القديم، الطريقه القديمه، انه انا حدا اذا كسر علي بدي اسكر له طريقه او سكر له طريقه لانه انا كيف كسروا علي. هيدي مش طريقة الرب. طريقة الرب انه انا طول بالي، اشفع على الناس، قول معلش ما بنعرف ليش الناس، بس هذا كيف اجى هذا التفكير؟ اجى التفكير من وقت انا اخذت فيه الكلمة ورجعتها وقريتها ودرستها وتأملت فيها، وشوي وشوي صارت حقيقة بحياتي. بس من هلا لتصير حقيقة بحياتي، انا علاقتي بالرب ما في شيء بيفصلني عنها. يعني في انا والرب واحد. هيدي البشرى الساره، الانجيل، انه انا خطيتي راحت بغض النظر شو عملت شو ما عملت، يسوع كفر عنها. حتى ما نعقدها، اعطي هالجيتار بدك صار الوقت. واو. بس قبل بدي اقول جمله، انه كم جمله. هي اول شيء انه اللي عم بتحاولي تقولي حياتي فهمته انا، لانه انا وياكي بنحضر البرنامج وبنصلي سوا وبنقرا الانجيل وبنتداول وبنتحدث فيه، وبشجع كل عائله كل رجال ومرته كل واحد لوحده يحكي يقرا الانجيل ويحكي فيه مع اصحابه يلي بيقبلوا، لانه في ناس اليوم بيقول لك انت عم تقرا الانجيل شيء وبعدك سيدي مودي، يعني شيء هذا شيء موضه دقه قديمه. المهم هي اللي عم بتقوله مرتي، انه نحن صرنا اولاد الله. كاولاد الله ما بقى بنركز على شو عملت صح وشو عملت غلط لحتى حقق علاقتي بالرب. الرب تبناني صرت ابنه. هلا هذا يعني هيدي رخصه اني كفي بالخطيئه؟ لا، ما بس يفوت الروح القدس على حياتي بصير اكره الخطيئه. حنقريها من رساله يوحنا الاولى 3:8 و9 بعد ما ترنم هالترنيمه. شو اسمها الترنيمه؟ عهدا ابديا. هيدي اللي بدنا نفهمها، شو صار بين العهد القديم والعهد الجديد. تفضلي. عهدا ابديا عهدك معي، عهدا ابديا عهدك معي، عهدك معي، عهدا أبديا عهدك معي يا الله، عهدك معي، عهدا أبديا عهدك معي يا الله. لا تكفوا لا تكفوا إحسانك لي يا الله، تضع تقواك فيا، تضع تقواك فيا، تضع تقواك فيا يا الله. لذا لا أرتد، لذا لا أرتد، لذا لا أرتد عنك، لذا لا أرتد، لا أرتد، لذا لا أرتد يا الله. عهدا أبديا عهدك معي، عهدا أبديا عهدك معي، عهدك معي، عهدا أبديا عهدك معي يا الله. امين امين امين. مثل ما وعدت المشاهدين والمستمعين بعدنا اللي بيسمعونا من بعد ما تكون الاذاعه او باوديو او بهيك، رساله يوحنا الاولى 3:8 بيقول ولكن من يمارس الخطيئه يظهر انه من اولاد ابليس. مش من يخطئ، من يمارس، يعني عنده نمط حياه حيفسرها لحاله الرب. لأن إبليس يمارس الخطيئة منذ البداية، يعصي الله. هي الخطيئة عصيان لكلمة الله. وقد جاء ابن الله إلى الأرض لكي يبطل أعمال إبليس، يعني لكي يبطل أعمال الخطيئة. يعني اليوم أول مرة كمان بنتبه لشغلة، مثل ما قال يوحنا هذا هو حمل الله الذي يأخذ خطيئة العالم. هون عم بقول مش يمارس الخطايا، يمارس الخطيئة. شو هي الخطيئة الأصلية؟ إنه أنا منفصل عن الله وأنا بدي أدفع حق غلطة. يعني نفس الشيء، إنه هيدا الشيء. الخطيئة اليوم هي الوحيدة يلي هي مسببة بقية الخطايا إذا بدك، انفصال عن الله. ولأنه أنا منفصلة عن الله ما عندي
عندي قوه تقويني وتغيرني من الداخل بسبب عمل يسوع على الصليب. مشان هيك بوقع وبزل وبعمل اخطاء. بدي اقول شيء مادونا، العالم بالعهد القديم اعطيوا شريعه موسى، معظمنا بنفكر نحن انه الشريعه هي الوصايا العشر. هي الشريعه بتشمل الوصايا العشر، بس فيها تقريبا اذا بتقرا اول 5 كتب من العهد القديم فوق ال 600 وصيه، شو تعمل شو ما تعمل بكل تفاصيل حياتك، من غسيل ثيابك، من اكلك، من غسيل ايديك الى ما هنالك. بس انا ما بدي فوت هون، بدي فوت انه الوصايا العشر والوصايا البقايا انعطوا لكي يفهم الانسان انه عاجز بقدرته البشريه، باستقلاليه من دعم الله وقدره الله وحضور الله بحياته لكي يتمم الوصايا العشر. مثلا المرايه انعطت، من باخذ المرايه انا وبتطلع بوجهي ببين اذا انا ممشط شعري او لا، بس المرايه ما بتعالج اذا انا مش ممشط شعري. الوصايا العشر والوصايا شريعه موسى انعطت لتفرج الانسان انه هو عاجز ان ينتمي الى الله بقدرته البشريه. في ناس عبدوا الشريعه وهذا غلط، مع انه الشريعه مقدسه، صاروا يعبدوا يحاولوا يعملوا شو ما كان. ونحن بنعرف من رساله يعقوب ونحن بنعرف من كذا مطرح بيقول انه اذا واحد بيعمل كل الوصايا وبيغلط بوحده وكانه غلط بالكل. ليش؟ لانه الهدف منهم مش تتعملهم، لنقول يا خيي واحد من البشر قدر عملهم كلهم افتراضيا، وهيدا مش ممكن يصير لانه الرب ما اعطينا اياهم تنعملهم، اعطينا اياهم تنفهم عجزنا عن التقرب الى الله وحاجتنا الى المسيح المخلص. ومشان هيك كان في حاجه ليجي واحد اسمه خاطئ يروح عند الكاهن وياخذ معه خروف او عجل او اذا بدك نعجه، وتكون النعجه كامله صحتها منيحه، ويحط ايده على راسها ويتطلع الكاهن ما كان يفحص الانسان اللي جاي بالنعجه، لانه معروف الكاهن مثل هذا الانسان خاطئ بحاجه للمسه الهيه مثله مثل بعضه، بحاجه لحمل الله الذي ياخذ. وهذا الحمل الحيوان كان رمز. ليش؟ لانه هيك حيجي يوما ما حمل الله ويشيل عنا الخطايا. وكانوا يذبحوا هذا الخروف اللي هو كان ذبيحه، يعني عم بيمثل الى فتره قصيره رمز انه حياخذ الخطايا. ولكن الخطايا ولا مره راحت، لانه كان كل يوم بحاجه انه نعمل هيدي الذبيحه. وينما المسيح من عطى نفسه جسده ذبيحه وهو حمل الله، مره وحده قدم حاله الى الابد. ليش؟ لانه هو جاي من عند الله وفيه قدره الهيه، ودمه دم بار وطاهر يستطيع ان يدفع ثمن خطية الإنسان. كما غلط الإنسان الأول وكل العالم اللي خلقوا من بعده، بني آدم أنا وياك يعني اللي إجوا من رجال ومرأة خلقوا بطبيعة خاطية، كذلك المسيح يلي إجا من مريم العذراء ولكن مش من رجل. ليش؟ لأنه عنده طبيعة بشرية ولكن دمه دم بار يستطيع أن يدفع ثمن خطيتنا، وقد دفع ثمن خطيتنا وقام من الموت، علامة أنه هو غلب الموت وغلب قدرة الموت علينا. أمين؟ هلا نحن وين صرنا بهذا الموضوع؟ صرنا لازم نفهم شو معناته نروح نبشر، شو معناته التبشير. معناتها انه نحن فينا نعيش بعلاقه بي وابنه، بنت وبيا مع الاب السماوي بفضل عمل يسوع الفدائي، تجسده موته قيامته وارسال الروح القدس ليعيش فينا ويقوينا. ومثل ما قلت بالزمانات، اول ما كنت مسلم حياتي للرب كنت بقرا الانجيل لوحدي، ما كنت انتمي الى مجموعه بالمعنى مبنى وهيك. كنا بمطرح بالدول العربيه، ما في شيء معروف بكنيسه رسميه، ولكن كنا نجتمع من عده طوائف مسيحيه. وانا كنت فجاه مسؤول عن هذا الجروب لفتره. فهمت انه الحياه المسيحيه مش صعبه. الحياه المسيحيه يعني تحب عدوك، تصلي للي اضطهدك، تغفر لمن اساء اليك، تساعد يلي بيحبوك ويلي بيكرهوك. هيدي مش صعبه، مستحيله، ولكن فقط مستطاع أن نعملها بقدرة الروح القدس. فأمين بتعرف أنك أنت مش لوحدك، الروح القدس أرسل إلى الأرض لأنه هو المعين الآخر، لأنه هو بيعطيك القدرة القيامة يعيش فيك بروحك. في هالحالة هيدي فقط فيك تكون مسيحي بل تلميذ ليسوع. هلا بنروح لو فينا نعيش هيك جورج، كان الله ما ارسل روح القدس. يسوع مشان هيك قال لهم لن اترككم يتامى بل سارسل لكم الروح المعزي. فمشان هيك نحن بحاجه للروح القدس لنقدر نحقق ما من اجله. بيقول بافسس قال لان الله اختارنا في المسيح يسوع لاعمال صالحه سبق ان اعدها لنا لنسلك فيها. فاليوم انا هالاعمال اللي هي الصلاح اللي تنتج عن انا ايماني بهالانجيل، بهالبشرى الساره، يلي انا بصير بقدر احب عدوي مثل
مثل ما عم بتقول الحياه المسيحيه اللي دعاني لها، انا اليوم بقدر صير اعملها. ليش؟ لانه اعد لي الطريق يسوع المسيح، واعطاني قوه روحه لاقدر اسلك واعمل هالاعمال يلي هو اعدها لي، يلي حضرها لي يعني. صح. قبل شوي حكينا عن التبشير من اخر كلام حكى يسوع مسجل بانجيل القديس مرقس. اليوم بانجيل القديس متى اخر كلام حكى يسوع قبل ما صعد الى المجد، بيقول لك ب 28 متى 28 18 فتقدم يسوع وكلمهم قائلا. ليك خليني اقرا 17 بس حتى تشوف انه انا وياك عندنا نفس جبله الطبيعه البشريه، مثل التلاميذ اللي عاشروا ليسوع وعاشوا معه 3 سنين وشافوه راح على الصليب وشافوه مات وشافوه قام من الموت. هللويا. 18 بيقول فلما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا. تصور انه اليوم الانسان بعد عنده خيار وعنده اراده يقرر يامن او يشك. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا قد سلمت كل سلطه في السماء وعلى الارض، فاذهبوا اذا وتلمذوا. هون ما قال لهم بشروا، قال لهم تلمذوا، لانه في معنى مختلف بين كلمه بشروا وتلمذوا. وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان يعملوا بكل ما اوصيتكم به، وها انا معكم كل الايام الى انتهاء الزمان. هللويا. شو يعني؟ بالتبشير من خبرك انه يسوع غفر خطاياك. إذا بتصدق فجأة بتصير أنت إنسان جديد، بتصير تقرب لعند الله، تقول له واو بشكرك لأنه روحك دخل على حياتي. بس هل هيدي هي الحياة كلها على الأرض؟ صرت أنت كامل 100% مش بحاجة إنك تنضج؟ أكيد لا. مثل ما الولد بيولد صغير جسديا، الولد الطفل البشر يعني بيولد بحاجة لعناية أمه وبيه وطعام صحيح وصحي ونوم صحي وأي هجوم على صحته لازم يتداوى لحتى يقدر يعيش. كذلك الطفل الروحي عندما يقبل المسيح مخلص بحاجة لآباء روحيين يساعدوه، يغذوه الكلمة، يتلمذوه ويتأكدوا أنه هو عم يعمل الصحيح. شو هي التلمذة؟ لك كيف فسرها لوحده هو. صحيح. فسرها وأن يعملوا بكل ما أوصيتكم به. تعرف علموهم وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به. يعني اليوم التلاميذ بس راحوا أول جيل اللي كانوا مع يسوع بلشوا يعلموا الناس شو علم يسوع، لأنه كانوا معه من فترة، وانكتب الإنجيل لأنه كانوا يبعثوا رسائل لهدول المجموعات يسمون كنايس، كنيسة روما، كنيسة كورنث، كنيسة غلاطيا، كنيسة أفسس، كنيسة كولوسي، كنيسة الراعي، الكنيسة تيموتاوس، كنيسة تسالونيكي. كل هدول الرسائل انكتب ولا وحدة منهم أقل قيمة، لأنه كل الإنجيل أوحى به الروح القدس. هيدي كتير مهمة نفهمها، إنه مش واحد قاعد هيك يكتب موضوع إنشا. صحيح هو قرر يكتب، ولكن الوحي إجا عليه من الروح القدس، وهي مشيئة الله 100% ينكتب شو انكتب. ولا كلمة زادت من الإنسان ولا كلمة تنقصت. بتقلي كيف تعرف؟ بتقرأ برسالة تيموتاوس الأولى 3:16 وبتقرأ برسالة يوحنا الثانية 1:19 و20 وبتشوف. بليز روح على المراجع قريه. وبتقرأ بكتاب الرؤيا آخر آيات بيقول ما حدا أي حدا بيزيد على هيدا الكلام كلمة تزاد عليه بلايا مش بحاجة لإله، لأنه هو جايبها على حياته. وأي واحد بنقص كلمة من هالكتاب المقدس من تعليمه ينقص من حياته البركات. مشان هيك ما فينا نحن نقول ايه بس الإنجيل بيقول ايه بس. ما فينا من نقول شو بيقول الإنجيل ايه ايه ايه، لأن يسوع قال فليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، والمسيح يسوع هو فيه كل الوعود نعم وأمين. فما في شيء بالمسيح يسوع أي كلمته ايه بس. هلا بنحللها مش ديمقراطية، هيدي بنحطها منيحة هلا، وهيدي ما بنحطها ما بنقبلها لأنه بتعلمني شيء ما إلي جديد أتعلمه. ما في، يا بدي أكون تلميذ يا ما بدي أكون تلميذ. كيف بكون تلميذ؟ هيدي عم نعمل حلقة تأسيسية للتبشير والتلمذة. ها أنا معكم، قال لهم وعلموهم أن يعملوا كل ما أوصيتكم به. تتعلم تعمل شغلة عزيزة. إذا اليوم أنا تنقول شيف محترم أنا وبدي أعلمك تعمل أومليت على طريقتي أنا الشيف المحترم، أول مرة مش ممكن تقدر تعمل هيدي الأومليت، يعني البيض المقلي بطريقة مع زبدة وخضرة مثل ما أنا بدي 100%. ليش؟ لأنك تقدر تتعلم بدك تقعد معي وتسمع وتتعلم وتشوف وتقصقص مثل ما علمتك تقصقص البصلة. إذا بدك تعمل مثلي علموهم كل ما أوصيتكم به. نحن ما عم نحكي عم نتعلم كلام تقريبيا 9/10 8.5 لا مثل ما كان يسوع بيعمل، لأنه القدرة قدرة يسوع وقدرته بكلمته. لأقدر أنا أعمل شو بده مني أعمل بدي يكون مسلح، انتبه للكلمة، ومؤسس مثبت مقوم منطلق من كلمته.
هي كلمته اللي فيها قدرته، مش كلمتي انا او نيتي الحلوه او نيتي اللي مش كثير حلوه. فوصلنا لمحل رح يخلص الوقت. انا بقول لك لتكون مؤمن بيسوع، بس عليك تصدق انه هو مات وقام من اجلك. لتصير تلميذ ليسوع بدك تقضي معه وقت، وهذا مش يوم ويومين، كل العمر، وتتمتع بهالعلاقه وبهالامتياز انك انت رفيق الدرب يسوع، بيك الروحي يسوع، خيك الكبير يسوع، مخلصك سيدك يسوع. اجا الوقت يخلص، بنقلكم لهالموسم الخامس نحن بحاجه لاسئلتكم، نحن بحاجه لصلواتكم، نحن بحاجه نتعرف على بعضنا اكثر واكثر لحتى نكون عم نعمل البرنامج بيساعد كل واحد فينا بحسب حاجته. أمين. وبصلي انه الرب يلمسكم مثل ما كان لمسكم باول 4 مواسم، وتابعتوا معنا وانضجتوا وعم تتعرفوا على يسوع اكثر واكثر، وعم بتخبروا اكثر واكثر عن عظائم يسوع بحياتكم. الى ان نلتقي بحلقات فيكم تتواصلوا معنا على جورج ومادونا على الانستغرام، يوتيوب، تيك توك، فيسبوك. ناطرين نسمع منكم. الله معكم. شكرا لاصغائكم.